السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب فراويلة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني باللايك والاشتراك. يا رب يدومكم في حياتي نعمة اخواتي وحبايب قلبي. هتتكلمي على ايه يا فراويلة؟ معايا حبايبي كذا موضوع هتكلم فيهم. طبعا معانا ياسمين جاد والمصيف طبعا، اللي هو كله طالع يشتكي من الجوع ومن العطش. الله يكون في عونكم بصراحة. طالعين تجاهدوا في سبيل الله ولا ايه؟ المهم طبعا محمد مشردهم يا حبايبي وفاضحهم على الاكل وعلى الشرب. وطبعا الحاجة بطاطا عاملة لهم كشري وعاملة لهم مكرونة ومنشفة مصارينهم. راحوا طبعا جابوا همبرجر ما عجبتهمش. فالحاجة بطاطا بتوفر لهم طبعا الفلوس، فقالت لهم لا احنا نعمل اكل في البيت ومش مكلف. محمد عايز ياكل طبعا فسفور وعايز ياكل اكل طبعا يشبعه ويسد معايا حبايبي. قاعد طبعا محمد وضني عمالين يتريقوا ومش عاجبهم العجب. المهم طبعا ياسمين اتخانقت هي وهدى، وهدى طبعا مشيت هي وجوزها. جوزها يا حبايبي اصلا كان رايح متقدر وحاطط الشنطه على كتفه زي العيل اللي في تالتة اعدادي، ملوش مزاج ومكشر وما بيكلمش حد وضارب بوز. بصراحه ربنا جوزها دمه زي السم بصراحة، ومتهيألي هو مبرمجها على دماغه وممشيها على دماغه، وهو اللي عامل لها غسيل مخ كده. أنا شايفة كده بصراحة. لأن هدى ما بتبقى مع أهلها بتبقى كويسة جدا جدا جدا، لكن طول ما هي معاه بتتغير خالص خالص خالص، وبتبقى قليلة الذوق وبتغلط وبتعمل مشاكل عشان ماشية ورا دماغ جوزها. وهو دوت اللي واضح على طول مكشر ومتقدر وضارب بوز، وبيطلع يرد كده بجليطة وبقلة ذوق، وكلنا شايفين حاجة زي كده. فهو خدها ومشي. طبعا صعب عليهم يرجعوا القاهرة ودي عليهم حق المواصلات. قال لك لا، اما نقعد نكمل الرحلة ونعمل محق المواصلات بتاعتنا. كملوا في شقة لوحدهم وقاعدين وفاتحين بسوس هما كمان وقاعدين هايصين في الهيصة. طبعا محمد قال اخر مره نروح فيها رحله مع بعض ونطلع فيها مصيف مع بعض. والله احسن حاجه يا محمد كل بنت تطلع مع جوزها، والحاجة فاطمة تطلع هي وسعاد وعيال سعاد. انت عايز تطلع معاهم يا محمد اطلع، على الاقل انت ما معكش واحدة ست وتبقى طالع معاهم راجل ليهم وتحمي امك واختك وعيال اختك اللي في رقبتك. اسلم حل انت قلته يا محمد. المفروض ياسمين تاخد جوزها وتطلع بيه، هدى تطلع بجوزها، كل واحدة تطلع بجوزها. انتوا طالعين واخدين العيال للحاجة بطاطا، والحاجة بطاطا ولا قادرة تخدم ولا قادرة تعمل ولا حمل الهدة دي كلها. وطبعا ضني طبعا قايم بدور الدادا دودي لصفا، نازل طالع بصفا وعمال يرقص في صفا، وهو بيحب صفا وصفا بتحبه. قايم بدور الدادا دودي، وطبعا قاعد يا حبايبي يمدح في حماته واكلك جميل وربنا يخليكي لينا، وعمال يمدح يمدح فيها. امك فين يا حزين على ناسك؟ امك فين؟ امك فين؟ حرام عليك، الحاجة امونة فين؟ الله يكون في عونك يا حاجة امونة، الله يكون في عونك، قلبنا معاكي والله يا حاجة. سايب الحاجة أمونة بتفرش في الشقة ومهدودة وطالع عينها، والأستاذ طالع مع أهل مراته يزقطت يزقطت وعايش حياته ولا همه أمه ولا همه أبوه. كل واحد بيقول يلا يا نفسي، ما علينا، يلا أنت اللي هتتحاسب. المهم طبعا يا حبايبي ياسمين ايه ضربت في دماغها تعمل عربية قهوة وشاي. يا لهوي، قهوة وشاي مرة واحدة؟ ايه ده؟ قال ايه عشان كوباية الشاي ب20 وكوباية القهوة ب30، وهي عايزة تكسب. ويلا يا ضني نعمل. راح طبعا ضني راح طبعا قال لها هنبقى تجار المية السخنة. مش عاجبه طبعا. ضني بينام لحد العشاء، هو ضني بتاع شغل برضه. ضني بيحب يقبض على الجاهز، ولا ليه في الشغل ولا المشغلة يا حبايبي. فطبعا مش عاجبه طبعا المشروع بتاع مين؟ بتاع البت ياسو. البت ياسو حتى الناس الأرزقية حطت عينها فيهم، ربنا يكفيهم شر عينك يا ياسو. ومعانا موضوع تاني يا حبايبي، طبعا طالعه رد طبعا على الست طبعا اللي كاتبالي عنوان على القناه بتاعتها. طنط حشر يا حبايبي. بصوا حبايبي، انا من يومين اتصلت بيا ام ست كبيره طبعا على راسي، واتصلت بيا وقالت لي انا بستأذنك ما تجيبيش سيرتها تاني، دي ست كبيره.
وما تجيبيش سيرتها. انا طبعا استكبرتها وقلت لها خلاص حاضر انا مش هجيب سيرتها تاني. وما هي حبايبي الاقيها كاتبالي عنوان الملصق اللي جالك بعد 3 سنين، وعامله ايموشن تقريبا بيضحك. المهم يا حبايبي رحت دخلت الفيديو بتاعها، لقيتها بتتكلم طبعا عليا، فبتقول دي ست غيارة وست بصرم، وكانت بتغير من القنوات اللي بيجيلها ملصقات، وهي جالها ملصق بعد 3 سنين، قلبها يقف من كتر الفرحة، وعمالة تشكر في اللي بعت لها الملصق. ودي بصرم ودي قلودة، ومش تقولي ان انت بصرم كده بتقلدي وغيرانة ان القنوات بيجيلها ملصقات وانت ما بيجيلكيش. دي كانت فطحاني عشان الاستاذ ابراهيم كان بيبعت لي ملصق، وعماله يا حبايبي تلت وتعجب. تعالي يا وليه يا محشره يا مهزقه بقى لما اديك ايه على دماغك، تعالي لي. انت بتقولي انا بتغاظ لما في قناه بيجيلها ملصقات. طب وانا ايه اللي يغيظني؟ طب ما انا لو عايزه ملصقات ما انا هخش لاخواتي واخش لهم البثات بتاعتهم وهقعد في البثات بتاعتهم، كل الداعمين اللي عندهم هيشوفوني وهيعرفوني وهيدعموني، صح كده ولا لا؟ المهم بتقول ان انا بغير من الملصقات اللي بتيجي لاخواتي. ربنا يا رب يكرمهم ويسعدهم ويصرفوهم في الهنا يا رب. انا مش مريضة نفسية زيك انت وعيال اخوكي، انا مش حقودة زيك. الكلام ده تقولي لهم فرحات بنت اخوكي لما دخلت للناس اللي بتهاجم اخلاص ودخلت لهم قعدت لهم في البثوث بتاعتهم زي اللايطة عشان ام ناصر تشوفها وتحدف لها عظمة. هو انتوا اللي فيكوا بتجيبوه في الناس؟ انت يا ستي يا كبيرة يا ناقصة، هو انتوا اللي فيكوا بتجيبوه في الناس؟ طب ما انا لو عايزة ملصقات ما انا هفتح الصبح والظهر والعصر بسات زي عيال اخوكي ما هي عاملة. هي ام فرحات بنت اخوكي دي مش بتفتح في اليوم بالبصين والبصين والتلاتة وبتبقى قاعدة بال3 ساعات وبالساعتين؟ طب ما انا لو عايزة افتح طب ما انا هفتح، بس ده رزق ربنا بيوزعه. طب ما ام فرحات بتفتح باليوم بطوله ومحدش بيتف في وشها عشان عارفين ان هي ما بيتمرش فيها حاجه. مش كل المريض نفسي زيكم، ومش كل الناس الواطيه زيكم. واحترمي نفسك وخليكي ست كده. بصي انت مهزقه اصلا وانت بتحبي تتهزقي، عشان انت لو ست كبيره ومحترمه هتبعدي عن اي مشاكل، لكن انت راشقه في اي مشاكل. يا حلوه شوفيني، انت مالك انت ومالي؟ اخش يجي لي ملصق من عبد الله ولا من غير عبد الله؟ هو عبد الله قاهركوا وفارسكوا قوي ليه كده؟ وانتوا غيرانين على عبد الله قوي الغيره دي ليه كده؟ هو عبد الله ما كنش متجوز حد من عندكم واحنا ما نعرفش؟ انتوا مالكوا يا نسوان يا ناقصه غيرانين عليه قوي كده؟ طب ما عبد الله دخل للقنوات كلها ودعم القنوات كلها وكتر الف خيره، داخل بخيره على القنوات كلها. الراجل مشكور داخل يدعم القنوات اللي ما بتقبضش بالشهرين وبالتلاتة، كتر الف الف خيره. ايه اللي فرسك ونقطك انت وبرق بنت اخوكي؟ مفروسين ليه كده؟ واكلاكوا قوي ليه كده؟ استاذ ابراهيم، هو انا كنت بقف لا اتحزم وارقص لاستاذ ابراهيم من فجر بالليل لحد تاني يوم وانا شكر في استاذ ابراهيم؟ هو انا زيك يا ستي يا ناقصه؟ احترمي نفسك يا ما. قال ايه يا حبايبي؟ قال دخل قالوا لها الحقي الحقي ده جالها ملصق. هما مين اللي دخل قال لك؟ ده انت مرشوقه لي في القناه ما بتطلعيش منها، ده انت مرشوقه في القناه ما بتطلعيش منها اذا كنت انت ولا برق بنت اخوكي. ده انتوا مرشوقين في القناه ما بتتحركوش منها. ها؟ ما تحترمي نفسك وخليكي ست كبيره ومحترمه، ما تبقيش مهزقه عشان ما نطلعش نهزقك. ولا انت بتحبي تهزقي؟ احنا تحت امرك. عايزه تتهزقي كل يوم اطلع اهزقك وامسح بكرامتك الارض، ومحدش يتصل عليا ويقول لي ست كبيره ما تكلميش عليها. هي ست كبيره ومهزقه من بعد احترامي للتليفون اللي جالي. هي ست كبيره ومهزأه لما تكتب لي في العنوان الملصق اللي جالك بعد 3 سنين. لا يا ست يا ناقصه، ولو ما جاليش خالص الحمد لله. وانت فاكراني قتيله على القناه زيك انت وعيال اخواتك؟
ده انا كل فين وفين لما بفتح بس، وكل فين وفين لما بنزل فيديو. ده احنا ما بنقبضش بالثلاث شهور، عمرنا ما بنطلع نقول ولا بنعيد ولا بنلف ورا داعمين. واخواتي بيبقوا فاتحين البثات والداعمين كلهم عندهم، انا ما بدخلش الا لو اخت من اخواتي عندها حاجه، بدخل اطيب خاطرها بكلمتين وبطلع في نفس الوقت. فخليكي كده يا مهزأة يا ستي يا كبيرة يا ناقصة يا طنط حشر، طنط خريقي، انت طنط خريقي. استاذ ابراهيم روحي شوفي الحنة اجري، وروحي شوفي الاشي ايشي روحي شوفي الاشي ايشي عشان خاطر طنط حشر لابسة الشفتاشي. جاتك القرف، ست كبيرة وناقصة. وتعالي يا بنتي يا برو انت كمان، طالما اتكلمت على الملعونه عمتك، تعالي انت كمان، انت نازله من السما عشان تاخدي حق الناس. يلا كسر حقك. الناس دي اللي هي مين؟ اللي هي ام فرحات وعمتك. ما انت اختيه وعايزه حجيه الحقيقة يا ام جوجو، البت برو عايزه تجيب حج ام فرحات اختها يا بت، قابلوا بعض في السوق يا بت واتكلموا. يا خسارتك يا ام جوجو، يا خسارة تعبك في القناة معاها، مش طمران فيها حاجة، عايزة تجيب حق ام فرحات مني. ايوه ما انت اختيه وعايزة حجيه يا بنتي يا بره، جاتك كسر حجك انت وهي. ها قال انا هجيب لكم حق، انا هجيب حق الناس. ناس مين يا معفنة يا هطلة انت؟ ناس مين يا بنتي يا مصننة انت؟ اجري 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 روحي بس حطي حاجة في شفايفك السودا دي من كتر شرب السجاير. اجري انت مبلبعة ايه؟ مبلبعه ايه وطالعه كده مهيبره على الاخر؟ غيري الصنف، غيري الصنف. ها اللي خدي صنف تاني. بل انا نازله من السما عشان خاطر اخد حق الناس. هو في شياطين بتنزل من السما؟ الشياطين على الارض انت وعمتك. مفيش شيطان بينزل من السما ابدا، انتوا قاعدين على الارض شياطين. اذا كنت انت ولا عمتك جاتكوا 60 نيله على اشكالكم. اتلموا واحترموا نفسكم عشان ما اطلعش امسح بكرامتكم الارض. اذا كنت انت ولا هي يا علم يا ناقصه. ميتين قوي من الملصق بتاع عبد الله، ميتين قوي. كنتش عبد الله متجوز حد فيكم ولا ايه؟ وغيران عليه. اوب 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 اوب. دي غيره ايه؟ دي غيره نار، شطه نار شطه نار مولعه فيكم. جاتكم القرف في اشكالكم، نسوان مهزأه. ومعانا حبايبي طبعا، احب طبعا ابارك للخالة حلمية واسبوع نرمين، وتعيشي وتعملي خالة حلمية عقبال ما تعملي لطارق وعروسته يا رب. طبعا كانوا عاملين اسبوع جميل لنرمين وابن نرمين. الحمد لله على سلامتك يا نرمين، وكان اسبوعهم عسل. ويخلي لك الحاج تسوقي يا رب، عم تسوقي القلب الطيب الراجل الغلبان. يا رب يدومكم في حياة بعض نعمة، يا رب يخليكم لبعض يا رب. وطبعا طريق فرحان وعمال يرقص، وكان اسبوع جميل واجواء جميله قوي قوي. والخاله حلميه طبعا بقت عماله ترقص وفرحانه قوي قوي قوي. ربنا يسعدك ويبعد عنك ولاد الحرام. يا رب يسعدك يا خالة حلمية، ويبعد عنك ولاد الشر ولاد الحرام والحاقدين والناس اللي نفوسها مريضة، ويخليكي ليهم انت وعم تسوقي وعقبال ما تعملي الطارق يا رب. كان طبعا قاعد حمادة وهناء، وقاعدة طبعا اختها طبعا رانيا وبنتها وابنها، وعمالين يلعبوا السبوع. وكانت اجواء جميله قوي قوي، والنفوس راضيه كده وعمالين يضحكوا ويهزروا. وعقبال عيالك يا حماده، عقبال ما تفرح بيهم يا رب، ورانيا تفرح ببنتها، ويا رب يخليكم لبعض ويبعد عنكم اي حد وحش واي حد شر. وطبعا نرمين بقت فرحانه قوي قوي، وعماله تشكر في امها وابوها وخالاتها وخلانها، وعماله تشكر في اللي موجود، وعمالة طبعا ترقص وطريق يرقص. يا رب يديم عليكم الفرح ويديم عليكم كده السعادة، ويخلي لكم خالة حلمية، ويخلي لكم عم تسوقي، اللهم امين. حبايب قلبي سامحوني على زوري، معلش انا ما كانش ينفع ان انا ما اردش، لازم اطلع ارد على الست الكبيره الخرفانه المهزأه، ولازم اطلع اعمل عليها فيديو عشان خاطر اطلع اظبطها، عشان هي ما بتجيش الا بالتهزيق، عشان هي ست مهزأه. حبايب قلبي سامحوني على زوري، ولو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.